لا وجود هناك لقوات الجيش أو للشرطة. أنت في النقاط التي تواجدت فيها على مدار الساعات الماضية، على يعني بالقرب من الكباري أو من الجسور التي يعتليها الآن أنصار الإخوان، هل شاهدت أو لاحظت أي وجود لقوات الأمن للجيش هناك؟ قوات الأمن ليست موجودة في قلب ميدان رمسيس حيث الاحتشاد الأكبر لأنصار جماعة الإخوان المسلمين. قوات الأمن تركت لهم قلب الميدان كي يتظاهروا وكي لا يتم اشتباك بينهم وبين قوات الأمن، وتمركزت في مداخل شارع رمسيس من جهة كوبري السادس من أكتوبر ومخارجه من جهة الطريق المؤدي إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الموجودة في حي العباسية، بينما قلب الميدان ترك للمتظاهرين الموجودين في أمام مسجد الفتح، والتمركز أيضا هناك في وسط القاهرة. بينما عند كوبري الخامس عشر من مايو تتمركز القوات أسفل نزلة المنزل الكوبري في شارع ماسبيرو، وأسفل منزل الكوبري في اتجاه ما بعد وزارة الخارجية المصرية في اتجاه